السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. اخباركم ايه؟ عايزين مع بعضنا نبدأ كده فيديو جديد ونبدأ فيه بالصلاة على النبي والاشتراك لاختك كده، وتعملي لي كومنت يكون حلو. وتعالي بينا نقول لكم النهارده هنعمل اكله ايه. هنعمل النهارده القرنبيط. القرنبيطه دي مش كبيره، بس اهم حاجه تكون مدكوكه. وتكون، تعالي بصي كده، لازم تكون مش مفيهاش فراغات، يعني الورده بتاعتها ماسكه نفسها، والورقه بتاعتها تكون خضره كده. تعالوا بينا بقى، احنا حاطين على البوتاجاز حله وحاطين فيها لسه هتاخد غلوه، وهننزل فيها بالقرنبيط. تعالوا نقطع القرنبيط مع بعض ونحطهم ونسلقه مع بعضين. يلا بينا. وكده بقى هبدأ اقطع القرنبيطايه واحده واحده كده مع بعض. عايزاكم انتوا بتتفرجي عليا بقى تشجعيني كده، ولو انت لسه اول مره تشوفيني اشتركي في القناه بتاعتي عشان ربنا يكترنا يا رب، يكتر اخواتي كلهم يا رب. كده القرنبيطايه انا قطعتها خلاص، وانا حاطه حله على البوتاجاز، حاطه فيها بقى، هحط فيها نص قرن فلفل كالعاده، طبعا الشطه، وهحط يعني نص معلقه ملح، وهحط حبه كمون. على فكره انا مش مكتره البهارات عشان انا جدتي بتقولي انت بتكتري في التوابل كتير. هما كده ياخدوا غلوه، وهنزل عليهم بالقرنبيط واحده واحده. اهو حطيت الكمون، وهسيبهم بقى مع بعضهم كده، وهنزل دلوقتي بالقرنبيط. كده حطيت القرنبيط بتاعي. كل يوم عايز اكل، وانت بقى وشطارتك كل يوم عايزه تفكري شويه هنعمل النهارده ايه، هنشتري ايه. كل ست عارفه ايه البيت بتاعها بيمشي ازاي وايه اللي ناقصها. عايزاكي بقى وانت قاعده كده بتفكري مثلا همشي بيتي ازاي، هعمل ايه، تقولي لي انا كمان، يعني نصيحه ليا كانك بتنصحي اختك برضو. انا كده هسلق القرنبيط اهو، وحطيته كله مع بعضه. الحله ما خدتش القرنبيطه كلها، انا كنت متخيله القرنبيطه صغيره، بس الحمد لله ما شاء الله يعني طلعت كبيره مش صغيره. بصوا لما تيجي تعرفي بقى القرنبيطه استوت ولا لا، امسكي مش عارفه البتاع اللي فيها دي اسمها ايه، دوسي عليها كده شوفيها، لو لقيتيها طريه معاكي يبقى هي كده استوت خلاص تمام، طلعيها. انتي برضو ما تسويهاش قوي عشان ما تتهريش، يعني خلي الامور الوسط. وكده الطبق بتاعي الموفي اللذيذ. هكسر بيضتين ان شاء الله محد حوش. يلا بقى هنحط بيضتين. عارفين البيضه بقت بكام دلوقتي؟ ادي اول واحده، ما شاء الله الصفار بتاعها كان حلو. ودي البيضه التانية. معلش بقى لو نفسي عالي عشان عندي برد، ادعولي ربنا يشفيني. حطيت البيض، وهحط الدقيق، وهحط معلقه نشا، هحط معلقه ونص نشا. النشا بتديله من بره كده تحسيه مقرمشه كده، تحسي ان هو كريسبي شويه، بيبقى فيه قرمشه من كده من بره، بس من جوه بيبقى طري وجميل قوي. انا بحب القرنبيط، بناتي مش بيحبوه. وهنزل عليه بميه. انتوا عارفين طبعا كلنا، يعني انتوا ما شاء الله عليكم يعني ستات بيوت وشاطرين مش محتاجين حاجه يعني. هنزل عليه بكوبايه ميه، يبقى التقل بتاعه ايه، السمك بتاعه مظبوط معاكي، واللي هو ولا تقيل ولا خفيف. وهحط بقى دي فص توم بقرن فلفل شطه حامي، وهحط كمان بابريكا عشان يديله اللون الوردي كده، وهحط شطه. دي البابريكا اهي، وهحط الشطه دلوقتي عشان برضو يبقى حامي. ما بعرفش اكل الاكل انا لما يكون مفهوش شطه كده بحس ان انا مش باكل. وادي الشطه. عايزه اقول لكم انا عطست كتير جدا اول ما حطيت الشطه دي، وقلبتهم كويس كده. وادي يعني الكمون مش مكتره منه قوي، عشان الكمون لما بتكتريه في الحاجه بيديله مراره، فاللي هو ايه يعني على طرف المعلقه مش كتير برضو. واقلب قلب قلب قلب، وانزل بقى بالخضره. انا مش بعرف اسمي الخضره، هو عامه كزبره وبقدونس، بس انا مش بعرف افرقهم عن بعض. في حد ناصح زي كده ولا انا لوحدي؟ انا بروح اشتريهم، انا عايزه من ده ومن ده ومن ده، هو الوحيد اللي بعرفه الشبت، ما شاء الله عليا ناصحه فيه قوي، بطلعه على طول. وبرضو قلب 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 قلب، ايوه كده، قلب كمان كمان. كده التقل بتاعه مظبوط. وتدوقيه كده على طرف لسانك. انا ما حطيتش ملح كتير على فكره، عشان انا اصلا مملحاه. واحط القرنبيط اهو،
واحطه في الخلطة، تبقى الحتة كده عارفين اللي هو ايه متشبعة منه. هناخده بقى ونحطه على الزيت بتاعنا يكون ايه يعني ولا هو سخن قوي ولا هو بارد قوي، يعني خير الامور الوسط، عشان خاطر لو حطيتيه سخن قوي يعني هيتحمر على طول، لكن من جوه يبقى عجين. الزيت ده كنت انا قبليه قليت بطاطس مكعبات كده اسمها سلطة بطاطس، برضو كان طعمها تحفة. هوريها لكم اهو. هنحط القرنبيط وهبدأ بقى ايه احمر القرنبيط انا كله. وخلصنا كده تحمير القرنبيط. ادي بقى سلطة البطاطس، دي بطاطس مكعبات حمرناها ونزلنا عليها فص ثوم وفلفل احمر، وهنقطع عليها طماطمايه مكعبات كده، وبعدين هنحط عليها حبة خضرة، اي خضرة عندك، بس يعني الاحسن البقدونس بيديها طعم حلو. برضو انا مش عارفة طلعته ازاي، بس ربنا بيخلي والدتي يعني هي بتقولي ده ايه وده ايه. هنقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم والله طعمها حكايه، انت اصلا عايزه تاكلي البطاطس لوحدها كده. وادي طبق السلطه، وادي القرنبيط، بصوا شكله ما شاء الله جميل. طبعا القرنبيط يبقى محتاج سلطه خضراء على طول جنبه. انا كده خلصتهم خلاص. ما تنسيش بقى لو انت اول مره تشوفيني تنسيش تشتركي في القناه بتاعتي وتعملي لي لايك حلو كده، والله وجودكم بيفرحني. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. وما تنسوش بقى تستنوني في كل جديد، وتشتركوا في قناتي، وان شاء الله اشوفكم على خير. مع الف سلامه.